السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. أنا واقف جنب الشجرة ديت عشان الفيديو بتاع النهاردة، بس هو يستاهل. الفيديو بتاع النهاردة بيتكلم على الخسارة، خسارة الإخوات من بعض، خسارة الإخوات عشان خاطر مراته. إحنا مش جاي أشتم ولا جاي أقول، أنا جاي أقول إن مهما كان بيحصل ما بين الإخوات، ما بين الستات وبعض، ما ينفعش الأخ يخسر أخوه. على الأقل خالص كل واحد في حاله، بس الإخوات مع بعض، الإخوات يقعدوا مع بعض، يتكلموا مع بعض، يخرجوا مع بعض. الإخوات ما يسيبوش بعض. عادي افصل في البيت يا جماعة، ما تكلموش بعض، ولا العيال ولا الستات. إنما علشان خاطر مثلا واحد مراته تبقى زعلانة ويزعل من أخوه ويقف ويكلمه ويقول له أنت وأنت، ما ينفعش. لا، وما يردش عليها ولا يكلم مرات أخوه، يكلم أخوه. لا، الموضوع جايب همه ماشي، مش جايب همه خلاص، كل واحد في حاله، وانا وانت مع بعضينا تمام. تمام بقى بره البيت، تمام بقى جوه البيت، الاخوات بس، الاخ واخوه. مش عشان خاطر ابنك، زي ما هو ابنك التاني برضو ابنك، ده ابن اخوك يعني ابنك. ما ينفعش ان انت تفصل ما بين ده وده. لا، ابنك زي ابن اخوك. العيال ضربوا بعض مش مشكلة، العيال شتموا بعض مش مشكلة، اضرب الاتنين. ولو اخوك جه ولقاك ضرب ابنه مش هيتكلم، وانت لو جيت ولقيت ابنك اخوك ضربه مش مشكلة. يا جماعة، الاخوات اهم حاجة في الدنيا. ما تبيعش اخوك عشان خاطر عيل هيتعوض. انا مش بقول لا سمح الله بعد الشر عليكم وعلى عيالكم وعلى عيالنا كلها، بس انا بقول الاخ برضو مهما كان، ولو لقيت ابنك غلطان تعالى على ابنك. ابنك لو اتكلم كلمة او عمل حركة ما يصحش، تعالى على ابنك، ما تجيش على اخوك. اخوك بيحط في نفسه، اخوك اللي بيقف معاك. الابن بيجي في وقت من الاوقات وبيقسى على ابوه، بيقسى على امه كمان. انما الاخ عمره ما بيقسى على اخوه، الاخ عمره ما بيبعد عن اخوه، الاخ ما بيبيعش اخوه. انما الابن بيبيع. الابن بيبقى فيه ابن عاق، الابن العاق دوت ما بيسألش في أبوه ولا في أمه بعد كده. بتيجي عليه أوقات بتبقى الدنيا مش أحسن حاجة، وبيتحايلوا عليه إن هو يسأل عليهم حتى. إنما الأخ هو اللي بيسأل على أخوه، الأخ هو اللي بيهتم بأخوه. أنا مش هطول في الفيديو ده عشان أنا عايز أوصل رسالة بس، مش عايز أحكي مواضيع. إنما يا جماعة الإخوات بعد إذنكم يخلوا بالهم من بعض، اتقوا الله ببعض، عشان أهاليكم، علشان الناس اللي ماتت، عشان الناس اللي عايشة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.